معلش يا استاذ قطعت حبل افكارك. المشرف الفني بعتني عشان اسالك انت هتكتبي كام كلمه عشان الصفحه، عشان احنا خلاص بقينا بالليل والتاخير اكتر من كده خطر. والله العظيم كل يغني على ليلاه. استنى لما اشوف لك هما بقوا كام كلمه. اوكي. 1900 كلمه. كويسين قوي ولا لسه فاضل عندك كتابه؟ مش عارفه، الكلام طالع معايا بالعافيه. انا هبعت لك اللي انا كتبتهم دول وانتوا مش هتغلبوا، فرقعوا الصفحه بالصور. اوكي. بقول لك ايه، ما تخليش حد يمشي الصفحه فيلم إلا لما اشوفها. انا اتفقت مع الريس على كده. طب حاضر. والنبي يا علي بمناسبه الصور قول لي بتوع الارشيف يتقوا ربنا وهما بيختاروا الصور. الست بقت في ذمه ربنا. حاضر. معلش يا استاذه، في واحد دي بيسال على حضرتك بره. واحد مين؟ انا مش قادره اشوف حد. قال لك اسمه ايه؟ ما رضاش يقول اسمه. يعني ايه ما رضاش يقول اسمه؟ بيهزر؟ اصل انا لو قلت اسمي اكيد مش هتخليني ادخل، اكيد لسه زعلانه مني. اهلا وسهلا يا حسن باشا، اتفضل. شوف لنا بتاع البوفيه لو سمحت. شكلك كده لسه زعلانه مني. لا بس مش قادره اصدق ان حضرتك جاي لحد هنا عشان تعتذر لي. برضه حضرتك ورسميات، وبعدين اعتذار ايه؟ يا ستي انا عملت معاك اللي عملته ده علشان ده شغلي وكان لازم اعمل كده، وانت كمان عملتي اللي عملتيه علشان ده شغلك ولازم تعملي كده، صح؟ لو حضرتك جاي عشان تتاكد اني كاتبه عن دخول مسرح الجريمه اطمن، انا ما كتبتش عن ده. انا عارفه ان دي مسؤوليه على حضرتك وانت كنت جدع معايا، فانا مستحيل اتسبب لك باي مشكله. يا ستي كتر خيرك، مش عارفين نودي الجدعنه دي فين. بس انا عايز اقول لك حاجه، انت لو كنت كتبت ده مش انا اللي كنت هتاذي، لا، انت اللي كانت النيابه هتوجه لك رسميا تهمه اقتحام مسرح الجريمه. ولو انا كنت اتسالت كنت اقول ولا اعرفها ولا عمري شفتها، يعني كبرها كام يوم خصم الجزء الامنه اللي انت ضحكتي عليهم، انما انت اللي كنت هتلبسي جنح، اسف قصدي انت يعني اللي كنت هتتصي جنح. شوف الدنيا، وانا اللي كنت فاكره نفسي سيده الجدعنه، لا وطلع شكلي بايخ قوي قدام رئيس التحرير وانا بفرط في سبق صحفي عشان ما اخسرش المصدر الصحفي بتاعي. ايه ده، وانا بقيت المصدر بتاعك؟ طيب مش تديني فكره طيب؟ طب على ما يجي بتاع البوفيه عشان يشوف حضرتك تشرب ايه، ممكن اسالك عن سبب تشريفك ليا بالزياره المفاجاه دي؟ مفيش، بتفقد سير العمل بالجورنال. اقول لك ايه، سؤال اخوي بس ارجوكي ما تفهمينيش غلط. لما كنت موجوده النهارده في السويد وانت خارجه مفيش حاجه صغيره كده خدتيها معاكي؟ تقصد ايه؟ لا مش فاهمه. شفتي؟ اديكي فهمتيني غلط يا ستي، انا مش بتكلم عن حاجه خطيره، هو بس كان في ديفيديهايه في جهاز الDVD اللي في السويد. الDVDيهايه دي اختفت. المطلوب مننا ان احنا نسال كل اللي كانوا في مسرح الجريمه عنها. وبما انك كنت موجوده في السويد بشكل غير رسمي، وبما ان انا الوحيد اللي اعرف المعلومه دي، فانا قررت ان انا اسالك بشكل غير رسمي برضه، تكونش الDVDية دي نطت في جيبك وانت خارجه من باب الفضول الصحفي. هو حضرتك شايفني ايه؟ واحدة ما عندهاش ضمير؟ أنا ممكن آخد من مسرح الجريمة حاجة مع إني عارفة إنها ممكن تساعد بأي نسبة في القبض على واحد قتل واحدة صاحبتي. هو حضرتك مش سامع عن ميثاق الشرف الصحفي؟ لا سامع عنه طبعا، بس اللي سامع عنه برضه إنه مش كلكم بتلتزموا بيه، ولا أنا غلطان؟ وهو حضرتك برضه بتعذب الشهود والمتهمين عشان تاخد منهم اعترافات بالباطل؟ يا فندم اللي أنا أعرفه إن في ناس عندكم كتير بتعمل كده، ولا حضرتك ما بتقراش جرايد؟ أنا مش فاهم أنت منفعلة ليه، هو السؤال حرم؟ وبعدين يا ستي أنا حاولت أكلمك كتير جدا على الموبايل علشان أشوفك بره، لأني كنت عاوزك في موضوع تاني خالص. طيب حس إن حضرتك سألت سؤال محرومش وخدت الإجابة اللي أنت حر تصدقها أو ما تصدقهاش، تسمح لي بقى مش هقدر أعزمك على حاجة في أول زيارة تشرفنا بيها عشان أنا مضطرة أروح، عن إذنك. استني بس، ده انا عايزك دلوقتي يا داليا. داليا استني هنا. أنا بصيت على الشغل لقيته هايل، بس حبة تفاصيل كده من أصل. هو ده كل اللي عندي، لو في أي جديد همليهولك بالتليفون. الله، إيه يا باشا؟ أهلا. يا ترى إيه اللي جاب سيادتك هنا؟ جاي هنا بصفة رسمية؟ لا بس أنا على فكرة مش مطلوب مني أفصل لسيادتك سبب زيارتي. لا جنابك غلطان. هنا جورنال مستقل، مش من حق أي ضابط بوليس إنه يخش بشكل رسمي إلا إذا كان معاه إذن من النيابة أو بالاتفاق مع العلاقات العامة. تحب جنابك اتصل بالعلاقات العامة عشان اعرف صفتك هنا ايه؟ بقول لك ايه يا استاذ صلاح، بلاش والنبي تعمل عليا مناضل قدام المحررين بتوعك بدل ما اسمعك كلام مش لطيف قدامك. تقصد ايه يعني؟ الظاهر انت ما انتش عارف بتتعامل مع مين. لا ده انا عارف كويس قوي. اصل انا من 10 سنين كده كنت خدمه في الزمالك، وحضرتك كنت نازل من 9 شارع حسن صبري، احوالك ما كانتش لطيفه حبتين،
وجيت اعمل لك محضر سكر، قمت حضرتك استغليت نفوذك واتصلت برؤسائي اللي مرمطوا بكرامه الارض عشان حاولت اطبق عليك القانون. الكلام ده قبل حضرتك ما تفصل بدله المعارضه اللي مش لايقه عليك ولا عمرها هتليق عليك. شفت الدنيا ضيقه ازاي؟ في ايه؟ اتفضلوا. معقولة الدموع دي بسببي أنا؟ أنا آسف. ليه قال كده بس؟ انت ايه علاقة حضرتك بالموضوع؟ وانا يعني مش من حقي ان انا اعيط؟ ايه؟ عايز تقول حاجة تانية؟ عايز أقول لك امسحي الكخ عليكي واحد. أنا عارف إن التوقيت مش مناسب وإن كلامي كان سخيف جدا، بس أعمل إيه؟ أنت فاهمة، شغلتنا ما فيهاش مكان للعواطف، ما بنتعاملش غير بس مع الحقائق مهما كانت قاسية، مهما كان دمها تقيل. شكلك جميل جدا وأنت بتعيطي، بتفكريني ببنتي. أنا عارف إن أنا مدب، ما بعملش كنترول ساعات على لساني. لا، مش قصدي إن أنا مدب عشان قلت لك شكلك جميلة جدا، لا، هذه حقيقة. أنا قصدي على موضوع الدفيديهاية. والله العظيم 3 أنا ما كنت ناوي إن أنا أكلمك في الموضوع ده أصلا، بس برضه شكلها وحش قوي في حقي كظابط وأنا داخل على الصحفية أقول لها دليل تايه يا ولاد الحلال. هو بس علشان الحلفان بصراحة أنا كنت هسألك عنها، بس في الآخر يعني ضمن مواضيع تانية كنت عاوز أكلمك فيها. أنت ليه كنت بتعيطي بالحرقة دي؟ سؤال غبي، ها؟ أنا فاهم طبعا إنك متألمة علشان صافي، بس قصدي ليه الحرقة دي؟ في حاجة تانية؟ طيب خلاص بلاش، سيبك من الأسئلة دي كلها. هسألك آخر سؤال، والله آخر سؤال. ممكن لو سمحتي نقعد في أي حتة وندردش شوية مع بعض عشان أنا عايزك في موضوع مهم. هو خدمة مش ليا، خدمة للعدالة ومحدش غيرك هيقدر يساعدني فيها. طيب على فكرة انت لو عايزة تعيطي كمان وكمان فأنا ممكن أقف على الناصية شوية، لما تخلصي عياط خالص اديني فلاشر. ايه الموضوع اللي كنت عايزني فيه؟ صوتك مخنوق قوي يا أستاذة، يعني أغرب من صوتي ولا مزكم. تصوري يا أستاذة أنا قضيت نص عمري مزكم. تعرفيش والنبي أي دكتور كويس عشان الجيوب الأنفية تعبان، والله يا جماعة تعبان بجد. أي دكتور كويس ما يكونش بيقضي العيد في مارينا. ها قررت إيه؟ تحب نروح نقعد فين؟ اختاري براحتك خالص. يعني أنا لو بالنسبة لي أنا دايما بقعد في نادي الشرطة، كماني بقالي فترة ما بخرجش غير لوحدي، وكمان المشاريب هناك ببلاش. على فكرة أنا كنت غلطان خالص، شكلك وأنت بتحكي أحلى بكتير طبعا. انت هنا عزيز ولا ايه؟ ساعة عشان تغير هدومك؟
انت ايه على قلبك مروح؟ ايه في بس يا عزيز؟ مالك متوتر كده مش على بعضك؟ مش كفايه داخل عليا من غير لحم ولا دستور؟ مش كان ممكن تكلمني في التليفون ونخلص الموضوع ده خلاص؟ هو انت لو تعرف انت معطلني على ايه هتحتقر نفسك قوي. اديني التليفون بتاعك. ادي التليفون. في ايه يا سيدي؟ مالك معيشنا في سسبنس كده؟ تكونش هتقول لي كلام يطلعك من الوزاره؟ ها تمام الكلام؟ تمام. بس أنا عندي سؤال ممكن يبان غبي حبتين بعد الكلام اللي أنت قلته لي. اسألي. ليه ما يكونش شريف راسخ هو اللي قتلها؟ لا ما اظنش. ليه؟ شريف راسخ حب صافي سليم بجنون، بدليل انه جوزها بالسرعه اللي انت حكيتي لي عنها دي. انا شخصيا شفت الحب المجنون ده في عينيه وهو خارج من الاوتيل ضايع. اللي انا شفته مش مجرد غيره طبيعيه، دي هزيمه عاشق. على كده يبقى نديم كمال بريء من تهمة قتل صافي سليم؟ ده على اساس ان هو كمان حبها بجنون؟ هو اللي يحب واحده يصورها في الوضع ده ومن وراها كمان؟ نديم كمال ده حيوان ما يعرفش غير حب التملك، عشان كده انا شبه متاكد ان هو اللي قتل صافي. اسئله تانية؟ والله بعد اللي قلته ده صعب. خلاص توكلنا على الله. استني، ناقص حاجه؟ خير في ايه؟ نقرا الفاتحه سوا علشان ربنا يكرمنا. انت ايه؟ خايف ما اعرفش اسيطر على قلمي وابيعك وانشر اللي انت قلته لي؟ انت ليه حسبتيها كده؟ انت حتى لو بعتيني هتبيعي صاحبتك؟ انا عارف انك اجدع من ذلك. انا بس عايز نقرا الفاتحه علشان ربنا يكرمنا ويبارك لنا في اللي احنا اتفقنا عليه. ايه؟ انت مش حافظه الفاتحه ولا ايه؟ لا خلاص حافظاها. ايه؟ انا بشوفهم بيقروا الفاتحه كده والله. لا ده بس في المناسبات السعيده، انما المناسبه دي مش سعيده ابدا. عندك حق. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. صدق الله العظيم. تفتكر هنعرف نعمل حاجه؟ نقدر نحاول ويكفينا شرف المحاولة. يلا تصبح على خير. انا مش فاهم انت متوتر ليه يا عزيز؟ دي مصادفه عاديه ممكن تحصل لاي حد في الدنيا. يعني صافي سليم دي كان ممكن تكلمني انا مثلا في التليفون قبل ما تتقتل، وانا كنت حابه متوتر وعامل زي اللي انت عامله لنا كده يعني. يا ابني افهم، انت موقفك غير موقفي انا خالص. تخيل بكره بقى الجرانين نازله مكتوب فيها بقى بالبنط العريض: ما سر مكالمه صافي سليم للوزير عزيز الجبالي؟ ماذا قالت صافي سليم للوزير عزيز الجبالي قبل مقتلها؟ طبعا بعد كده بقى الخبر هينتشر زي النار في الهشيم، والبرامج التافهه هتشتغل والتطبيل يشتغل عمال على بطال والبلد تتملي اشاعات في الفاضيه وفي المليانه. حيلك بالراحه على نفسك كده يا عزيز. هو ايه اللي يخلي الجرايد تعرف الخبر ده من اصله؟ هو في حاجه بتستخبى اليومين دول؟ يعني عايز تفهمني يا سياده الوزير انك مش قادر تمنع خبر زي كده يوصل الجرايد؟ وحتى لو حاولت ان انا امنعها وقدرت، ممكن بقى حد من اللي كارهني يسرب الخبر، وساعتها هيتكتب خبر تاني وبالبنط العريض. لماذا حاول عزيز الجبالي اخفاء مكالمته الغامضه مع صافي سليم؟ لا بقى انت ناوي تقفلها بقى يا عزيز كده. عموما انا مش شايف اي داعي للتوتر اللي انت فيه ده. مهما كان مهما كتبوا ولا هتفرق طول ما انت متاكد من نفسك وموقفك سليم. مش انت موقفك سليم؟ هي المكالمه دي كان فيها ايه بالظبط يا عزيز؟ هيكون فيها ايه يعني؟ واحده جوزها سابها بعد ساعات من الفرح، متوقع انها تقول لي ايه وحالتها تبقى ازاي؟ ما هو ده السؤال بتاعي يا عزيز. هي كانت عايزه منك ايه؟ كانت بتشتكي لي من نديم كمال يا سيدي. شايف يا سياده الوزير؟ شايف حقارة نديم كمال وصلت لغايه فين؟ ما كفاهوش انه صورني في اوضه نومي وانا مراته على ذمته وانا نايمه معاه ومش واخده اخوانا، الا كمان بعت لي السي دي لغايه السويت اللي بتجوز فيه عشان جوزي يشوفه. مش كفايه انه دمر لي اسعد ليله في حياتي؟ مش مكفي، كل ده مش مكفي. يعني ايه؟
يا ابن الكلب يا نديم يا كمال، دي حركه واطيه قوي، اوطى من قدراتي انا شخصيا يا عزيز. بس هي بتحكي لك الكلام ده انت ليه؟ كانت طالبه مني اتدخل عند نديم عشان اخليه يكلم جوزها ويقول له ان اللي حصل ده حصل وهو متجوزها عرفي في السر. ايه التخريف ده؟ يعني انت عايز يقول للراجل سوري ان انا وريتك الحاجه اللي هتعملها كمان شويه، بس كنت عايزك تاخد فكره؟ يا اخي ارحمنا من هزارك شويه، ارحمنا من هزارك شويه. ما هو الكلام اللي انت بتقوله ده بيجنن يا عزيز. يا سيدي الست ما كانتش في وعيها، ربنا ما يوريك صوتها كان ازاي وحالتها عامله ايه، دي كانت عامله زي الغرقان اللي عايز يتعلق في قشه. وانت قلت لها ايه؟ رديت عليها يعني وقلت لها ان انا ما يصحش ان انا اتدخل وما اقدرش كمان اتدخل في مواضيع زي دي. اتصدمت من ردك صح؟ بعيد عنك، انفجرت فيا. يعني ايه مش هينفع تتدخل؟ صباح الخير. دي اخر حاجه كنت اتصورها منك يا سياده الوزير. انت بتتخلى عني؟ انا كنت فاكره ان لما صافي تطلب منك خدمه زي دي في وقت زي ده انك تقف جنبي مش انك تتخلى عني. صافي سليم يا سياده الوزير، ها؟ فاكر اللي المفروض ان انت ترد حاجه من الخدمات اللي ياما قدمتها لك قبل الوزاره، ولا نسيت؟ انا حقيقي مش مصدقه اللي انا بسمعه. حاسه ان انا بحلم. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش ممكن. هوبا، يعني هي كده دخلت في الغميق. وانت قلت لها ايه طيب؟ مفيش بصراحه، انا كنت هدخل فيها شمال لكن حالتها صعبت عليا، قلت كفايه اللي هي فيه. ولا كنت خايف لا تكون مكالمه متسجله تقوم فاتحه على الرابعه بقى وقايله لك على الخدمات وتبقى مصيبه؟ خدمات ايه بقى اللي كانت بتقدمها لي؟ وهي كانت يعني بتخدمني لوجه الله؟ ما كل خدمه كانت بتقدمها لي كنت بديلها قدامها الشيء الفلاني. وبعدين الكلام ده كان زمان ايام البيزنس، انما بعد ما دخلت الوزاره قطعت علاقتي بيها نهائيا. ولولا الفرح الملعون ده اللي انا ما كنتش عايز اروحه ما كانش حد اصلا عرف ان انا كنت اعرفها. انما بقول لك يا فاروق، تفتكر موبايلها كان متراقب؟ اوامي ليه كده؟ ما هو لو كان متراقب كان اللي بلغك كان قال لك. صح، عندك حق. المهم انت قلت لها ايه؟ لما لقيتها مصممه على التخريف اللي هي بتخرفه جمدت قلبي وقلت لها بكل حسم انا ما اقبلش انك انت تكلميني بالاسلوب ده. انا اسفه يا سياده الوزير، انا اسفه. انا عارفه ان انا ممكن اكون اتجاوزت حدودي مع حضرتك، بس والله العظيم ده من العشم. سياده الوزير، انا عارفه ان انت راجل شهم وجدع، مش هتسيبني في المحنه اللي انا فيها دي لوحدي. لو مش هتقدر تكلمه بنفسك ممكن تخلي حد من صحابك يكلمه. اذا كان الحرب اللي بيني وبينه انا خلاص اعلنت استسلامي، رفعت الرايه، خلاص انا بعترف ان انا مش قد نديم كمان عشان يطلعني من دماغه. والله العظيم انا بعترف انا مش قد نديم كمان. يا عيني يا بنتي، طب ما كمل الاول. وانا بحكي لك حوديت قبل النوم، وليه ما تقولش يا عيني يا صاحبي يا اللي وقعت في مشكله ملهاش حل. اسف يا عزيز، كمل. قلت لها ايه طيب؟ المهم بقى ان انا لما لقيت الحسم والحزم جاب نتيجه رحت مكمل وفاتح بقى معاها على الرابع. قلت لها شوفي بقى، انا ما اقدرش اتدخل في المسائل الشخصيه دي بحكم منصبي وموقفي الحساس. طيب خلاص بلاش تدخل حد غريب يا سياده الوزير، بس حقيقي انت لازم تساعدني، انا محتاجه لك جدا. طيب على الاقل كلم انت شريف بنفسك، اشرح له طبيعه العلاقه اللي بيني وبين نديم كمال. هو اصله مش مصدق ان انا كنت متجوزاه، فلو حضرتك شخصيه محترمه زي حضرتك كلمته اكيد هيصدق ويرجع لي. انا عارفه ان شريف بيحبني، بس هو امبارح كان تحت ستريس جامد جدا وانا عذراه جدا والله. انا بصراحه ما صدقت لقيت طلب زي ده معقول. قلت لها طيب يا بنتي اديني رقم التليفون بتاعه وانا هكلمه واحاول ان انا اهديه واتوسط بينكم. يا حنين يا عزيز، امال كنت عايز نعمل لها ايه يعني؟ واحده واقعه تحت ضغط عصبي شديد وما كانتش في حالتها الطبيعيه، دي قالت لي انها كمان حاولت انها تنتحر، يعني بتعمل خطوات مش محسوبه، فقلت ممكن تهلفظ باي كلام وتلم الصحفيين حواليها، فقلت استوعبها بكلمتين حلوين واعمل اللي يريح ضميري واخلص. بص الجمله مش راكبه كده على بعضها بس زي بعض. المهم انت قفلت وكلمت الزوج المخدوع بقى؟ لا طبعا، لان موبايله كان مقفول وهي دي الخدمه التانيه اللي طلبتها مني. معلش يا فندم، هو طلب صغير كمان، يا ريت حضرتك تكلم حد من الداخليه يدوروا عليه، لان انا بكلمه على الموبايل وموبايله مقفول، وانا اصلي خايفه لا يكون اخد اول طياره ورجع على بيته وما اعرفش الاقيه تاني.
انت بتضحك على ايه؟ اصل انا تخيلتك بتصدر قرار تمنع فيه شريف رسخ من السفر لهروبه من سداد مستحقات صافي سليم. مش عارف اقول لك ايه، برضه الاحساس نعمه. طيب يا ملك الاحساس، قول لي انت عملت ايه؟ طيب انا استوعبتها بكلمتين وقلت لها ان انا هعمل اتصالاتي وارجع اكلمها تاني وما تقلقيش وكل شيء هيبقى تمام. ورحت قافل معاها وقافل تليفوني وصحيت من النوم على الخبر الفظيع ده. الله يرحمها بقى، هي فعلا ما كانتش تستاهل اللي حصل لها. هو انا جاي لك عشان تترحم عليها؟ انا جاي لك عشان تشوف لي حل في النصيبه اللي انا واقع فيها. مصيبه ايه يا ست الوزير؟ ما بلاش الحساسيه المبالغ فيها دي. انت موقفك سليم وتمام التمام. ده لو كنت حكيت لي كل اللي حكيته لي ده من غير ما تعمل عليه اي رقابه. والله العظيم حكيت لك اللي حصل بالظبط كلمه كلمه، وانا هكذب عليك ليه يا اخي؟ طيب يبقى موقفك تمام. يعني هم مش هيستدعوني عشان يسالوني عن المكالمه اللي حصلت بيني وبينها؟ لا بص بقى يا عزيز، انا لو منك ما استناش لغايه لما يستدعوني. انت تشوف واحد من اصحابك دول بتوع قنوات فضائيه، توك شوز وحاجات كده، هم اعتقد اليومين دول فيها اجازه، بس كمان يوم يومين هتلاقيهم رجعوا يعني. ها؟ وترتب معاه بقى انه يتصل بيك على التليفون. يكلمك على اساس ايه؟ على اساس انه جات له معلومه ان انت كنت حاضر الفرح، وان هو بيكلمك عشان ياخد شهادتك يعني. ولما تبقى على الهوا يا زيزو، الكرة في ملعبك، صوتك الرخيم كده المتأثر تقول كل الكلام الحلو تعرفه على الست، جميلة خدومة جاملة، وانه كان في بينكم علاقة عائلية خلتها لما تقع في مشكلة زي اللي حصلت لها مع جوزها كده تتصل بيك عشان تحاول تصلح بينهم يعني، وان انت وعدتها انك هتعمل كل ما في وسعك. لو المكالمة طلعت فعلا متراقبة؟ وماله؟ انت بالمكالمة دي هتكون ثبات اي محاولة تشويه سمعتك، واثبت لكل الناس انك مفيش حاجة اصلا خايف منها. وبعدين لما يستدعوك في النيابة هتعيد كل الكلام اللي قلته لي حرف حرف زي ما قلته لي بالظبط. ازاي بس يا فاروق؟ زي ما بقول لك كده، افرض تليفونها طلع متراقب، تطلع بتكذب ليه؟ انت شخصيا رد عليها وبكل وضوح. لو طلع التليفون مش متراقب يبقى هتكون حطيت النقط على الحروف وخرجت من موقف صاغ سليم. ربنا يطمن قلبك وما يحرمنيش منك ابدا. كفايه كده يا عزيز، قطعت قلبي. الله يخرب بيت الوزاره اضطريتك تلجأ لي بعد ما كنت انا وغيري بنحلف بعقلك. المهم تفتكر مين اللي قتل الست دي؟ تصدق ان من ساعه ما سمعت الخبر وانا مش لاقي اجابه للسؤال ده. تفتكر مين اللي قتلها فعلا؟ وهكذا عزيزي المواطن رحلت صافي سليم. رحلت بعد أن أصبحت رمزاً لعهد من تزاوج السلطة والمال، رمزاً لعهد انقلبت فيه آيات كثيرة، عهد لم يعد فيه العلم أو الفن أو الموهبة طريقاً إلى النجاح، بل صار الجسد في حد ذاته هو الموهبة الأبرز والأهم. رحلت صافي سليم وهي تحمل معها أسراراً كثيرة، سنحاول أن نكشف لك بعضاً منها في ملفنا المثير الذي نبدأ هذا العدد في نشره ونواصل النشر في الأعداد المقبلة. لكننا واثقون أن ما نعرفه عن صافي سليم ليس سوى قمة جبل الجليد الذي سنجتهد في كشفه وتحطيمه طالما ظل فينا عرق ينبض، والله من وراء القصد. ايه رايك بقى يا استاذنا في المقدمه الجميله دي؟ تحفه يا صلاح، تحفه. انا لو ما اعرفكش يا صلاح كان زماني جسمي اشعر من عظمه اللي انت كاتبه. ليه؟ اللي انت كاتبه يا صلاح يبين انك كانك ما تعرفش صافي سليم، ولا انك كنت بتحبها في يوم من الايام حب قص لليلى، ولا انك قدمتها لنا على انها النجمه القادمه التي تمحو تاريخ سعاد حسني وفاتن حمامه. استاذ غانم، انت عارف كويس قوي ان ده لما حصل كنت عشان مخدوع فيها زي ما ناس كتير انخدعت فيها. صحيح انا ما انكرش ان انا اتورطت معاها في علاقه عاطفيه، لكن ده عشان اخر ازمه انا مريت بيها بسبب طلاقي. لكن بعد ما اكتشفت ان هي كانت واخداني سلم واخده الجورنال بتاعي سلم لتحقيق مقاربها كلها ضد صراعها مع نديم كمال، ساعتها بس غيرت رأيي. أنا ما كنتش بساندها مع نديم كمال عشان خاطر كنت أنا بحبها، لا، أنا كنت بساندها لأني كنت متأكد إن نديم كمال ده كان ظالمها. ظلمها
حرام عليك يا راجل، ده هبرت منه هبره ما اتهبرتش في تاريخ البشريه. وبعدين انت يعني يا صلاح كنت متخيل ان البت دي هتحبك انت؟ يا راجل يا شايب يا عايب. شوف مين اللي بيتكلم. مش انت برضه يا استاذنا اللي عملت لها اكبر صالون ادبي وعزمت فيه مثقفين وفنانين البلد وخليت كل الجرايد تكتب عنها؟ مش انت؟ ده انت عملتها ولا مي زياده في زمانها. انا عمري ما انكرت علاقتي بيها، وانت لو قريت يا صلاح اللي انا كاتبه هتعرف انا قد ايه متعاطف مع صافي سليم. صافي سليم ما كانتش مجرمه زي ما انت عايز تصورها للناس يا صلاح. قريت يا استاذي اللي انت كاتبه، بس انا ما اقدرش اغير فيه حاجه. انت راجل عظيم وليك ألمك وليك جماهيرك، بس انت لو عاوز رايي يعني كاصدقاء. طبعا. اللي انت كاتبه ده يا استاذنا هكس. عارف ليه؟ لان انت عاوز تبرر فيه اللي انت عملته في ان انت جبت لها صالون ادبي شهير، ده غير ان هي عزمتك كمان في فرحها وحضرتك رحت وشرفت وانت رحت. عزمتك في فرحها وانت رحت، ده اللي عايز تفش غلك فيه، عزمتك في فرحها، والفرح سبحان الله اتقلب جنازه، لا حول ولا قوه الا بالله. يا صلاح الصالونات دي انا كنت بعملها وما بخدعش حد، انا كنت بعمل شغلي. ازاي يعني؟ ما اناش فاهم. انا روائي يا صلاح، يعني عادي ان اعرف نماذج المجتمع واتقرب منهم واتعايش معاهم عشان اخد منهم واقول فيهم. ما انا اقول ايه؟ وبعدين الروايات الريفيه وروايات المهمشين دي خلاص انتهت، ما عادش حد بيهتم بيها. كتابها جابوا اخرها وهي جابت اخرهم يا صلاح. يا راجل يا راجل يا مبرراتي. تحب اقول لك احمد فؤاد نجم قال على اللي زيك ايه؟ قال على اللي زي انا. يا محفلط يا مزفلط. عموما يا سيدي انا اللي هيبقى مني رواياتي مش علاقاتي. يعني حد عارف احسان عبد القدوس لما كتب النضاره السوداء ولا انا حره كان يعرف مين ساعتها؟ لا طبعا، بس اللي عاشت رواياته واللي عاش كمان مواقفه السياسيه الجريئه، عشان كان مصدق نفسه يا صلاح، ما كانش واخدها اكل عيش وسبوبه. مواقفه خدها لما كانت المواقف ليها تمن، مش ببلاش زي دلوقتي. تقصد ايه؟ شفت؟ اديك زعلت. وسع صدرك يا صلاح كده وخليك ديمقراطي. مبروك عليك الخبطه يا صلاح. ابعت لك الحلقه الثانيه بكره الظهر. سلام. يا لالي يا عيني يا لالي علي اتغرب راح ولا قال لي. يا لالي يا عيني يا لالي علي اتغرب راح ولا قال لي. لما يقوم من نومه من يناوله هدومه، لما يقوم من نومه يا ابوي من يناوله هدومه. سعادة الباشا الظرف ده جه لسعادتك الظهرية. ايه يا باشا؟ كأنك متأثر قوي يعني. تلاقيها الشركة بتاع اللاكتوكات دي اعترفوا بذنبهم يعني وبعتين لك جواب اعتذار. بيني وبينك يا سعادة الباشا أنا كنت هموت وافتح الظرف واقرا ايه اللي جواه، بس خفت لا يكون مفخخ ولا حاجة ويفرجع في وشي. حكيم يعني سعادتك أعدائك كتير يعني وربنا يعافيك ويرحمك يعني. سعادة الباشا رايح فين؟ يا باشا. يا لالي يا عيني يا لالي عليك والله راح ولا جاي. ايوه ثواني. مين؟
مساء الخير يا ايتن. انا حسن محفوظ. ايه يا حسن خير في ايه؟ معلش انا متاسف جدا ان انا جيت من غير ميعاد، بس والله العظيم انا قعدت اتصل كتير جدا على تليفون البيت محدش كان بيرد. انا اصلا روحت متاخر فلقيت الولاد باعتين لي الكارت الجميل ده، فما قدرتش بصراحه. كنت عايز اشوفهم واسلم عليهم واقول لهم متشكر وكده. انا متشكر جدا جدا يا ايتن علشان خليتيهم يبعتوا الكارت. يعني بالظبط هو ده، يعني ده اللي انا كنت اقصده من زمان، انه يا ريت العلاقه اللي بيننا على الاقل قدام الولاد يبقى فيها احترام وموده. الولاد كده يحسوا ان اللي حصل بينا ده كان مجرد يعني سوء تفاهم، وان مفيش عداوه بينا. انا عارف طبعا ان انا برضه ليا حاجات كده مش لطيفه وببقى عصبي بس ان شاء الله مش هتتكرر تاني. الولاد فين؟ ناموا يا حسن من نص ساعه. طيب بما ان انا جيت لحد هنا ممكن بس ابص عليهم بصه وابوسهم وامشي على طول. لو ده هيضايقك بلاش، يعني انا هاخد دقيقه بالظبط، بس لو هيضايقك بجد بلاش. مش هتضايق يا حسن، اتفضل. لا انت صاحي، انا اللي بحلم يا لمى. ليه صحتهم؟ هيغلبوني على ما يناموا تاني. انا اسف وقعت حاجه فصاحي. خلاص هم هيخشوا يناموا. يلا يا حبايبي على السراير عشان مامي ما تزعلش. وانت وماما اتصالحتوا؟ اتصالحنا؟ لا انا ومامي عمرنا ما اتخاصمنا. هو احنا مش عشان انفصلنا نبقى يعني متخاصمين ابدا. مش انتوا عندكم بيست فريندز؟ انا ومامي بيست فريندز ولا ايه؟ يا حبيبي طبعا. انا كان لازم اشكر مامي علشان خليتكم تبعتوا لي الكارت الجميل ده. كارت ايه سمحتنا نبعته؟ ده احنا باعتينه من وراه. رحنا في داهيه. طب يلا يا حبيبي اقفل النور ونعمل طواف. يلا. بعد كده بابي. خلينا الحاجه بقى. الأب وريني نفسك. ايوه جهرده. وريني هتعملها ازاي دي. وريني هتعملها ازاي.
لا 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 الدوق هنا اهو. يا بابا ما هياش دوق اساسا. ما هي هي بابا ممكن اقول لحضرتك حاجه بس يعني احنا انت مربينا على الصراحه. انت بتقرص يا بابا. بقرص؟ ايوه بتقرص. طيب شوف دي كده. ايوه دويك. خشب خشب يا حبيبي خشب. يا بابا شوف بقى. ليه بفكر عشرة كوتشينة في البلكونة ونحن في البلكونة اهو. اتغلبت في الطاولة اجيب لك ما اتغلبتش يا بابا ولا حاجه. بعد كده هجيب لك طاولة صغيرة تتمرن عليها. الاكل اهو. تسلم الايادي. ايه يا حسن كلمت اختك؟ لسه قافل معاها يا ماما دلوقتي. دي بتقولي انهم مش هيجوا مصر الا نص السنه الجايه. دول خلاص بقوا كوايته رسمي. يلا ربنا يوفقهم. امين يا وانا رب. مش هاكل معاه ولا ايه؟ ما انت لسه متعشي من ساعه. متعشي من ساعة؟ الحق يا حسن الحق يا ابني امك بتعد عليا اللقم. يا بابا كل معايا لغايه اكلك ما يوصل. ايوه اكل معاه. ياكل ايه ده؟ انا كحتلك الحلل. كحتل الحلل ده ايه؟ والله وانا اقول ايه اللون الاسود ده؟ كنت فاكره بهارات. ده انك نفسه ما بتتفتحش الا لما انا باكل معاه بينزل على اكل حتى تكبتك. شوفي لي اي لقمه كده ولا كده حاجه. لا مفيش. يا بابا كل معايا طيب. بس شويه شطه يدمروا الجيوب الانفيه. يا ابني ما قلت لك سيبك من الشقه المفروشه اللي انت قاعد فيها دي. على الاقل ضيوف ابوك يقطعوا رجليهم لما يعرفوا انك انت قاعد معانا. ضيوف ابوه؟ مالهم ضيوف ابوه؟ مالهم يا اختي؟ ايه كانوا حراميه ولا ايه؟ دول نورت شباب البلد. ايوه نورت شباب البلد والورد المفتح على جناين مصر والامل الاخير. بس انا تعبت من عمايل الاكل والشاي والقهوه. يا شيخه اعملي لك شغلانه تفيدك وتفيد الوطن بدل ما انت قاعده مطرمخه كده. يا ساتر. امال الشحط اللي قدامك ده ايه؟ واخته اللي في الكويت دي ايه؟ مين اللي رباهم؟ امين الحزب بتاعك؟ مش دول كفايه عليا؟ شحط. ايوه شحط. زعلان من ايه؟ شحط و60 شحط كمان. طيب ماما خلاص خلاص انا اسف انا اسف. شفت؟ اهي قلبت عليك. خلاص خلاص يا جماعه والله انا حاسس ان لازم اقول لكم انا اسف مش عارف ليه يعني. كل يا حبيبي كل. بالهنا والشفا.